لاني تايه وضايع لاقصى درجه. وهو ده السر اللي في قصته. طلعت النتيجه واتصدمت بجد، ازاي انا بقيت كده؟ ده حتى لو في امل مع واحد شبهي ضيع فلوس اهله، مش من حقي اصلا اتمنى حاجه زي كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده مهم لكل طالب ثالثه ثانوي في الفتره دي بالذات. لازم يسمع الفيديو ده لان ممكن يفرق معاه جدا ويغير له حياته كلها. معايا النهارده قصه طالب. القصه دي من القصص اللي ممكن تفرق مع اي حد، وانا متأكدة 100% ان كتير قوي منكم بيعاني من نفس المشاكل اللي عانى منها الطالب ده، بيحصل معاه نفس اللي حصل مع الطالب ده، ومحتاج يسمع القصة دي علشان يفوق وعلشان خاطر يغير من تفكيره ويغير من طريقته واسلوبه في باقي السنة. فلازم تتفرجوا على الفيديو ده للآخر. القصة دي تعتبر تاني قصة أجيبها على القناة من الطلاب اللي بيبعتولي على الانستجرام. بجد بشكرهم جدا، وأنا بحاول حقيقي أرد على أكبر قدر ممكن من اللي بيبعتولي. بجد كتير قوي الرسايل، عشان كده اعذروني لو ما بردش على بعضكم، بس أنا بحاول على قد ما أقدر أرد على كل اللي أقدر عليه يعني. فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى خلاني اشوف الرساله دي وقصه الطالب ده علشان خاطر انزلها، وعلشان خاطر ان شاء الله تفيدكم وتفرق مع ناس كتير منكم باذن الله. هحط لكم المسج هنا جنبي اثناء وانا بقراها. السلام عليكم، ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ انا اسمي وائل علي. انا لما شفت الفيديو بتاع حضرتك اللي نزلتي فيه فويسات الطالبه اللي اجلت السنه، حسيت انها اشاره من ربنا انه ابعتلك واقولك قصتي. يمكن تشوفي رسالتي وتنزليها على اليوتيوب، وحتى لو حد واحد بس يستفيد منها هكون انا مبسوط جدا. انا كنت ثانويه عامه 2023، يعني هو كان ثانويه عامه السنه اللي فاتت على طول. مش هقول انا دخلت ايه دلوقتي، هقول في اخر الرساله خالص. انا كنت مجتهد في اعدادي وفي اولى وتانية ثانوي، مش لدرجه كنت بطلع مع الاوائل يعني، بس كنت بجيب درجات كويسه. دخلت تالتة وكنت عامل حسابي طبعا هضاعف مجهودي، وكنت عايزه ابقى مع اوائل الجمهوريه وكمان وادخل طب بشري. بدات تالتة ثانوي من اول شهر 8، كنت بذاكر اول باول وبعمل اللي عليا. قابلت شله صحاب كانوا معايا في اعدادي، انا كنت لوحدي في الدروس، بعدها بقوا معايا وبنروح مع بعض. قلت بدل ما ابقى لوحدي كده خليني معاهم، او يبقى معايا حد اروح واجي معاه. يعني هو الاول كان تمام ملتزم شهر 8، مش بيراكم عليه حاجه. بعد كده قابل شله صحاب كانوا معاه في اعدادي، صاحب عليهم يعني تاني، وبقوا يمشوا مع بعض في الدروس ويروحوا ويجوا. وهو قال بدل ما يبقى لوحده في الدروس خليه احسن يبقى معاه حد يروح ويجي معاه يعني. الرساله اللي بعدها بيقول: ويا ريتني ما عملت كده بجد. كانوا بيكلموني كل يوم تقريبا ويقترحوا خروجات لاماكن عمري ما رحتها، فما كنتش بقدر ارفض للاسف. نفسي غلبتني وكنت بروح معاهم. يلا يا وائل نروح هنا اروح، يلا نروح هناك اروح. بجد خلاص الشيطان سيطر عليا، وحتى ما بقتش ملتزم في الصلاه خالص. وبدات ازوغ من الدروس كمان، وعمري ما كنت بزوغ في حياتي. يعني هو عمره ما كان اللي هو الطالب الفوضوي اللي مكبر دماغه اللي بيزوغ، ما كانش كده عمره. قعدت ضايع كده لحد نص شهر واحد. في نص شهر واحد والدتي تعبت جدا، وهي الوحيده اللي كانت واقفه جنبي وبتشجعني، وقاعده تقولي دايما ذاكر يا وائل، انا حاطه املي فيك. لما والدتي تعبت في نص شهر واحد فضلت برضو تقولي انا حاطه املي فيك، يلا عشان انت تعالجني وتبقى دكتور قد الدنيا. كلامها لما كانت تعبانه كده اثر فيا قوي، حسيت كانه اتضربت قلم فوقني من اللي انا فيه. هو بيقول يعني حاسه ان كأن حد ضربه قلم فوقه. الكلام بتاع والدته ده لما كانت تعبانه بالذات، حس كأنه هو القلم اللي ضربه وفوقه. ازاي انا بقيت كده؟ والدتي لو عرفت مستواي ودرجاتي في الدروس وتزويغي من الدروس اصلا هتتعب اكتر بكتير. قعدت اعيط في اوضتي بحسره على اللي انا فيه، واقول لنفسي انا كده هلحق؟ ده حتى لو في امل مع واحد شبهي ضيع فلوس اهله، مش من حقي اصلا اتمنى حاجه زي كده. فتحت اليوتيوب اشوف هل في حد بدأ في شهر 2 وحقق حلمه زي كتير برضو بيحصل معاهم كده، بيحسوا ان هم انا لسه هبدأ دلوقتي، هل في امل؟ ده مستحيل، ازاي؟ طب افتح ادور على حد يمكن يكون في امل، ويمكن حد حقق حلمه وبدأ في شهر 2. بيقول هو بقى ما انا مش لاقي اي حاجه تديني امل بقى. ولقيت طبعا كتير، بس كان جوايا شك جامد، ممكن كل ده كذب علشان يدونا امل وخلاص، او الناس دي اكيد احسن مني ومش ضايعين شبهي كده. بس قلت اقوم اصلي اول حاجه وادعي ربنا كده يوجهني للطريق، لاني تايه وضايع لاقصى درجه.
حسيت بعد ما صليت اني هادي شويه، وان حتى لو مفيش امل ده مش معناه اني ايأس بقى وافضل مكمل، عيب عليا اصلا. قعدت اعمل خطه مع نفسي وقررت اعتمد على نفسي بس، مش هسأل حد ولا اكلم حد. عملت بلوك لكل صحابي دول اللي ضيعوني، ومسحت كل التطبيقات اصلا، وسبت التليفون خالص، وهكرت التاب بتاع المدرسه عشان اشوف الحصص عليه. كنت بشوف كل باب كام حصه واكتب عددهم، واكتب قدام كل حصه مدتها قد ايه، واقعد اقسم الحصص على الايام، وكنت بحاول اوازن من المواد. وكنت بنام 6 ساعات، بصحى من الفجر اصليه وابدا اشتغل من غير اي راحه حرفيا. الاستراحه بالنسبه لي كانت الاكل والصلاه والنوم بس. فكنت بذاكر حوالي 14 ساعه في اليوم، وساعات اكتر كمان، لاني ما كنتش عايز ابوظ الخطه اللي عاملها ابدا، لانها املي الوحيد، ما عنديش حل تاني غير تاجيل السنه. وكنت كاره الفكره تماما عشان اهلي. طبعا ما لحقتش اراجع على كل المنهج، بس خلصته كله وحليت على قد ما قدرت بجد. اكيد مش زي اللي حل من اول السنه، وده اللي كنت بفكر فيه دايما، بس لازم احاول برضو واجيب اخري. بصوا دلوقتي الحته دي مهمه قوي ان انا اعلق عليها. انا سالته طبعا هل هو يعني اشتغل مع نفسه كده وبقى لوحده، يعني هو وقف دروس ولا كمل ولا ايه بالظبط؟ فهو قال ان هو وقف دروس خالص وقعد يتفرج. كان في حصص مثلا هو مشتركها اونلاين يتفرج عليها تاني، ويتفرج على اليوتيوب، وهكذا بقى. استمر على الحال ده وفضل زي ما بيقول، قعد يذاكر بس ما بيعملش اي حاجه تانية غير المذاكره، الاكل والنوم والصلاه والمذاكره بس. طبعا هو كان الحمد لله ان هو كان شايل فكره التاجيل دي من دماغه. بس في كتير للاسف لما بيتحطوا في الموقف بتاعه ده، اول حاجه بتيجي في دماغهم هي تاجيل السنه على طول. فلو انت بيجي في دماغك الموضوع ده، فلازم تتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده فيه قصة طالبة هي أجلت السنة، لازم تسمعوا اللي حصل لها واللي هي مرت بيه، علشان بجد بعد ما تسمعوا كلامها واللي حصل لها ده، عمركم ما هتفكروا تأجلوا السنة أبدا، وهتشيلوا الفكرة من دماغكم. طبعا هو برضو قاعد يقول لنفسه ان اكيد انا الحل اللي انا حليته ده مش زي اللي حل من اول السنه، واكيد مش هتساوى بيه، بس في نفس الوقت كان برضو بيجيب اخره. فهو ده اللي انا عايزاه منكم، ان مهما كان، حتى لو انت شايف ان انت عملت اقل من صحابك، حتى لو انت شايف ان انت كده ضيعت وقت كبير قوي وازاي ربنا هيساعدك بيهم، مالكش دعوه. المهم انت دلوقتي فقت وعرفت ان الصح، يبقى ابدأ واشتغل على نفسك، وسيبك بقى من كل اللي فات وانساه وارميه وخلاص. ابدأ بقى افتح صفحة جديدة مع نفسك، حتى لو الأمل ضئيل مش مهم، اهو المهم ان هو في أمل، وفي أمل دايما طالما لسه في وقت. الرسالة اللي بعدها بيقول فيها: خلصت الامتحانات، واللي كان مساعدني ان المنهج كان حاضر في ذهني الحمد لله. حسيت وانا بحل في الامتحانات انه الموضوع مش صعب زي ما توقعت ورسمت في دماغي. المقالي كنت كارهه جدا، بس كنت بحل عليه كتير علشان اتحسن فيه، فالحمد لله عدت. بس بعد امتحان الكيمياء حسيت ان حتى الامل اللي كنت متمسك بيه فقدته خلاص، بس كملت برضو في الامتحانات. طبعا دي برضو من الحاجات المميزة اللي يعني كتير منكم بيغفل عنها. انت هتبدأ في شهر 2 مثلا او في شهر 1 بدأت، بس انت هتاخد المنهج لسه كأنه طازة، لسه اخده حالا، كله حاضر في ذهنك. فده نقطة في صالحك مش ضدك، ما تفكرش انه ضدك، لان اللي بدأ من اول السنة دلوقتي هيلاقي نفسه ناسي الحاجات اللي في الاول، ناسي حاجات كتير قوي، حاسس ان هو المعلومات مش مجمعها قوي. فدي برضو ميزة ليك. واخدين بالكم يا جماعه، هو كل مره كان حتى يعني بيفقد الامل، فقد الامل مثلا خالص بعد الكيمياء، لان طبعا احنا عارفين الكيمياء كانت وحشه خالص السنه اللي فاتت، فهو حاسس ان هو خلاص بقى مفيش اي امل خلاص. بس رغم كده برضو هو بيقول بس كملت برضو. كل مره هو بيكمل، وهو ده السر اللي في قصته اللي لازم كلكم تاخدوا بالكم منه، ان هو كل مره بيكمل، ما بيقفش، مهما بييأس، مهما بيحبط، مهما بيشوف ان مفيش امل، مفيش حتى احتمال ان هو يحقق حلمه، بس برضه بيكمل، برضه بيجيب اخره. الرساله اللي بعدها بيقول فيها: وجاء يوم النتيجه وما كنتش حاسس خالص اني احقق حاجه، قلت يا رب انجح بس وانا راضي عشان انا اللي عملته في نفسي. طلعت النتيجة واتصدمت بجد، أجمل صدمة في حياتي كلها. أنا جبت 96.6% وانا حاليا في اولى صيدله من فضل ربنا وكرمه عليا. انا ما دخلتش طب بشري اللي كنت عايزه، بس انا ما كنتش كاره الصيدله، بالعكس لما بدات كمان في الترم الاول حبيت المواد ولقيت نفسي ماشي تمام، وهو لسه مخلص اول ترم الحمد لله. والله نفسي اليوم ده يتعاد 1000 مرة واحس بالشعور ده 1000 مرة، لان الكلمات لا يمكن توصفه ابدا. بحمد ربنا كل يوم دلوقتي اني ما استسلمتش وقتها وبدأت. بحمد ربنا انه فقت قبل فوات الاوان. مش متخيل لو كنت كملت كده وسقطت لا قدر الله، مثلا كانت والدتي هيحصل لها ايه؟ هبص في وش عيلتي ازاي؟ هقول لهم ايه؟ المغزى بس
ابدأ لو انت زيي او حتى اوحش حالا مني، ابدأ والله العظيم في امل، وما تسألش حد ولا تستنى حد يقولك ان في امل. ابدأ بس وتوكل على الله. اسف على الاطالة، واتمنى حضرتك تشوفي رسالتي وتنزليها. واخيرا اقدر اقول اني دكتور وائل علي. شكرا ليك جدا يا دكتور وائل، حقيقي سعيدة جدا بالقصة دي، من القصص اللي انا متأكدة ان هي كتير منكم حس بحاجة كده اتحركت فيه لما سمع القصة دي. وان شاء الله ان شاء الله اي حد فيكم كان حس ان هو فقد الامل يحس ان لسه في امل فعلا. زي ما قال في الاخر، دي كلمه مهمه جدا، جمله مهمه قوي. ما تستناش حد يقولك ابدا عشان تبدا، دي مجرد حجه عقلك بيعملها علشان خاطر هو مش عايز يبدا، علشان خاطر عايزك تستريح وعايز ان هو يبقى مستريح ومش عايز يذاكر اصلا. فبيعمل لك حجه ايه؟ ان انت مش هتلحق. طب اسال اللي حواليك، شوف اي حد يقولك انت هتلحق ولا لا. لا، انت مش مستني حد يقولك، انت لازم تبدا بنفسك وتقرر مع نفسك انك تبدا، وتقعد مع نفسك وتبدا تعمل جدول لنفسك وتشوف فاضل قد ايه وتحسب وتشوف عدد الحصص وتحطها على الايام، تناسبها مع الايام، وتشوف انت تقدر تراجع امتى وتخلص امتى لوحدك. لان انت مش ما ينفعش خلاص بقى تمشي مع المدرسين. انت لو مشيت مع المدرسين هم في حته وانت في حته، هتحس ان انت متشتت اكتر وهتحس ان انت ضايع اكتر. فلو انت لسه هتبدا من الاول، انت لازم تبدا لوحدك. في كتير جدا بيشرحوا على اليوتيوب شرح تحفه لكل المواد، فلازم هتلاقي حد يشرح لك كويس. مش لاقي، ممكن تحجز مع المستر اللي انت بتفهم منه جدا اونلاين وتاخد الحصص بتاعته كلها من الاول وتشوفها. او لو انت اصلا عامل كده فتشوف الحصص من الاول تاني، تقسمها وتشوف شبه ما هو قال اللي عمله ده تحفه، ان هو شاف عدد الحصص وقسمها على الايام، توقيت كل حصه. الحصه دي مثلا ساعه، الحصه دي ساعتين، الحصه دي ساعه ونص، الحصه دي 3 ساعات. شوف قد ايه ميعادها علشان تعرف، عشان تبقى ماشي بخطه في كل حاجه. ما تبقاش كده ماشي وخلاص ضايع اي كلام. لا، انت لو عايز توصل فعلا لازم تبقى منظم. بس كده، اتمنى تكون القصه دي افادتكم واثرت حتى لو واحد بس فيكم. اوعوا تنسوا تدعوا للدكتور وائل، ربنا يوفقه يا رب، وربنا يكرمه ان هو حكى القصه بتاعته وحاب ان هو يشاركها معاكم علشان خاطر اي حد يستفيد بيها. بس كده، شكرا لكم جدا، مع السلامه.